الفيديو الاكثر طلبا على صفحتي الغريبه. بصوا ناعمه ودايبه بطريقه خطيره خطيره خطيره. بصوا التسويه، بصوا فاتحه ازاي، مش مشققه، حلوه جدا جدا جدا. لو عايزه تعرفي الطريقه والتفاصيل كملي بقى الفيديو، وهتنسى اللايك والشير. كل سنه وانتم طيبين. هنعمل الغريبه معانا. المقادير دي اعتمديها واعمليها مظبوطه، ما تزوديش اي حاجه، تنقصي اي حاجه. معايا هنا 4 كوبايات دقيق، كوبايتين سمنه بلدي، يفضل سمنه بلدي، ما ينفعش فيها زبده نهائي، ملهاش بديل. هي السمنه سمنه بلدي بقى او اي سمنه، بس تكون بيضه زي كده علشان تدينا النتيجه الحلوه. معايا هنا كوبايه سكر بودره، يبقى هنا معانا 4 2 1 بس كده، مفيش اي حاجه تاني، ولا بياض بيضه ولا فانيليا ولا اي حاجه. هنضرب بقى السمنه كويس قوي كده. اهم حاجه السمنه معايا تكون ساقعه، ما تكونش متلجه، احنا عايزينها ساقعه تكون خارجه من التلاجة. هضربها كده كويس. لو ما فيش مضرب كهربائي هنضربها بمضرب سلك، بس هتاخد وقت شويه عشان تدينا البياض والقوام الفومي اللي احنا عايزينه. بعد ما ضربتها شويه هنزل بكوبايه سكر بودره معانا، وهضربها بقى كويس لحد ما تبقى كريمي كده، شبه الكريم شانتيه بالظبط، نفس اللون ونفس القوام. هنا بعد ما لونها بقى كريمي، نسيت اقول لكم ان انا هحط هنا ممكن تستغنوا عنه، بس هو بيفرق معايا في اللون والطعم وكل حاجه. معلقه كبيره من اللبن البودر، وهكمل ضرب، وبعدين هنضيف الدقيق بقى بعد ما نخلص خالص. شايفين القوام بقى عامل ازاي، كريمي وفاتح وشبه الكريم شانتيه بالظبط. هبتدي بقى اضيف الدقيق واحده واحده كده، ونقلب بالراحه، احنا مش عايزين نخرج الهواء اللي دخل فيها. تمام، هنقلب بطراطيف صوابعنا او بالسباتيولا، نضيف كده ونقلب بالراحه. خلاص بعد ما لميتها، بصوا طريه، هنجربها بقى نشوف كده هي مظبوطه معانا ولا لا. هنكورها برضو كده، بصوا لو شققت يبقى هي لسه عايزه سمنه. هي كده معايا حلوه قوي. تحطي بقى اي حاجه انت عايزاها، سواء لولي او بندق او لوز او سوداني. انا عندي هنا هكتفي عندي شويه بندق وحبه لوز ولولي. هنعمل بقى واحده كمان معاكم برضو. دي في الصيف، لو انت بتعمليها في الصيف هتسيبها ترتاح شويه كده في التلاجة. لو انت بتعمليها في الشتاء زي ما انا شغاله دلوقتي هتشتغلي بيها على طول. بصي واحده لوز، بصوا اعملوها حجم صغير لان هي ممكن تزيد حاجه بسيطه خالص. هكمل بقى كل الكميه ولا هحطها في صينيه ما تكونش مدهونه اي حاجه، احنا هنكتفي بالسمنه اللي موجوده معانا. بعمل معاكم واحده تانية اهي، بصوا طريه وجميله مظبوطه جدا جدا، ولا بتشقق ولا اي حاجه ولا بتفرول مني كده، يبقى هي مظبوطه ومخدومه حلو. هحطها بقى في فرن سابق التسخين، درجه حراره 160 في الاوسط. هتاخد معايا من 8 دقايق ل 10 دقايق. بعد ما استوت بصوا اللون، بصوا ما فرشتش، هي غير حاجه بسيطه خالص خالص خالص. شايفين؟ اما تيجي تخرجوها من الفرن ما تحاولوش تطلعوها الا لما تبرد خالص. تسويه من تحت، بصوا انا عايزه اوريكم من تحت ومن هنا فوق، حلوه قوي. طول ما هي لسه خارجه من الفرن اوعوا تحاولوا تطلعوها من الصاج، سيبوها لما تبرد خالص وبعدين هتطلع معاكم بكل سهوله. خلصت الغريبه، بصوا تحفه تحفه تحفه. تسويه جميله جدا جدا جدا، ناعمه بطريقه، بصوا دايبه قوي قوي. جرب الطريقه ان شاء الله هتعجبك. احلى لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.